اهلا بيكم في قناه وصفه سهله. في الفيديو ده هنعمل التشيز كيك، هنعمله بطريقه سهله قوي وحلوه قوي وهتعجبكم ان شاء الله. احنا اول حاجه معانا، بس انا عاوزه ابتدي بالجيلي بتاعي. احنا بنستخدم باكو جيلي في الوصفه دي. انا جبت اهي كوبايه ميه سخنه مغليه، شايفين البخار طالع، ميه مغليه، كوبايه واحده بس او مج واحد بس. بجيب باكو جيلي اللي هو الجيلاتين، اي نوع بتحبوه، مشمش او فراوله زي ما بتحبوا، واروح نازله بيه في كوبايه الميه السخنه. يبقى الباكو الجيلي عليه كوبايه ميه سخنه، وهبتدي بقى ان انا اقلبهم مع بعض. لازم الميه تكون مغليه وما نزودش في الميه، بيبقى ليا هدف علشان خاطر الخليط التشيز كيك يمسك معايا. هقلبه لحد ما الاقيه كله داب. اللي بيحب في الخطوه دي انه يضيف سكر تمام، مفيش مشاكل، بس انا مش بحب اضيف سكر لان هو اوريدي بيبقى فيه سكر اهو. تاني حاجة معانا بقى، بنجيب بسكوت سادة، أي نوع بسكوت سادة احنا عايزينه، بنجيبه ونطحنه طحن ناعم زي ما انتوا شايفين اهو، مطحون طحن ناعم عامل زي الدقيق. تمام. أي بسكوت سادة احنا بنفضله نستخدمه من الماركت عادي. أنا رحت مدوبة معايا معلقة كبيرة من الزبدة وهنزل بيها على البسكوت. هبتدي بقى ان انا اغلف البسكوت مع الزبدة، اقلبه كله كويس لحد ما البسكوت كله يمسك مع الزبدة. الخطوة دي ضرورية جدا علشان البسكوت يبقى معانا يعمل طبقة متماسكة، قاعدة التشيز كيك. تمام. هفضل اقلب فيها كده لحد ما الزبدة تمتزج مع البسكوت. كده معايا البسكوت السادة امتزج بالسمنة. هبتدي بقى اجيب الطبق اللي انا هقدم فيه التشيز كيك بتاعتي. تمام. هبتدي بقى ان انا هجهز القاعده بتاعته اللي هي البسكوت، انزلها. اللي بيحب يقلل البسكوت شويه يقلله، انا بس الفكره اني بحب البيس بتاع التشيز كيك يبقى البسكوت باين فيه شويه. وابتدي بقى ان انا اوزعه كده في الطبق بتاعي. انا اهو ثبت القاعده اللي هي البسكوت بتاعي، ثبته في الطبق بتاعي بتاع التقديم. هبتدي ان انا اركنه بقى على جنب، هو كده خلاص بقى جاهز ان انا احط الخليط عليه. انا بعد كده بقى تاني حاجه هعملها معايا، هجيب الخلاط. اول حاجه معايا هنزل في الخلاط معايا بحوالي نص كوبايه من الحليب، وهنزل معايا بالكريمه، الكريمه اللي احنا عارفينها اللي هي دريم، الكريم شانتيه العاديه، وهنزل فيها بالباكو بتاعي. هنزل بالباكو كله، هاخدها ضربه في الخلاط لحد ما تتكون معايا كريمه بسمك تقيل. الكريمه معايا اهي بقى سمكها تقيل، شايفين مش بتتحرك خالص اهي، ده القوام اللي احنا عايزينه. تاني حاجه بقى معانا هنجيب الجبنه. انا هستخدم جبنه اللي هي الكري. الجبنه الكري في الوصفه دي بتبقى حلوه قوي. لو مش متوفره الجبنه الكري ممكن نستخدم جبنه المثلثات العاديه. انا جبت العلبه اللي هي ال8 قطع، هنستخدم ال8 قطع كلها في الوصفه بتاعتنا. هحط بقى دلوقتي معانا مكعبات الجبنة اهي، ال8 مكعبات بالشكل ده كده. وهبتدي بقى انزل معايا بالطبق الجيلي بارد معانا، ما بنستخدمش الجيلي سخن، عشان كده احنا بدأنا بيه في الاول اهو. بس هنبتدي بقى نرجع الخلاط تاني، نضرب الخليط معانا كويس قوي لحد ما يبقى خليط كريمي معانا، وهوريكم شكله هيكون عامل ازاي. احنا كده الخليط بقى جاهز معانا، شايفين اهو. هننزل بيه بقى على البسكوت، انا ضربته في الخلاط كويس، شايفين كريمي ازاي. هو لما بيدخل التلاجة هيجمد معانا اهو. نزله كله. طبعا احنا عاوزين لو بعد ما يجمد عاوزين نزينه مثلا بمربى، عاوزين نزينه بصوص الفراولة طبعا زي ما احنا بنحب. ده كده هيكون الشكل النهائي للتشيز كيك بتاعتنا، شايفين اهي بتتقطع معانا، شايفين من جوه القوام بتاعها ازاي لما جمدت. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.